التحكيم المصري والزمالك قصة عشق لن تنتهي ولن تنتهي ولن تنتهي إلى ما لا نهاية. النهاردة عرفنا ليه واتأكدنا ليه بما لا يدع أي مجال للشك. ليه الزمالك بيحب التحكيم المصري، وليه الزمالك عايز يلعب الماتشات بالتحكيم المصري، وليه الزمالك بالرغم من ادعاء المظلومية، وليه الزمالك بالرغم من ان هو قال لك انا هعمل مؤتمرات وهطلع وميدو كان موافق على محمود بسيوني انه يحكم ماتش الاهلي والزمالك اللي الاهلي انسحب فيها. ليه الزمالك قرر ان لو ممدوح عباس هيدفع فلوس التحكيم، لا احنا عايزين الحكام المصريين؟ عشان النهارده بنشوف التحكيم المصري وهو بيقدم للزمالك فروض الولاء والطاعه. بيقدم للزمالك ازاي الحكم ده هيبقى موجود في يوم من الايام في لجنه الحكام، زي قبل كده ما شفنا الحكم محمد فاروق وهو الحكم المصري اللي تم تعيينه عشان المستشار محتاج بطوله في نهائي الكاس في سموحه 2017 كان نائب رئيس لجنه الحكام. صدقني كل الطقم اللي انت شفته النهارده ده بكره هفكرك والايام بيننا انه هيبقى ليه دور في لجنه الحكام. النهارده بنشوف التحكيم المصري وهو بيعمل كل اللي ممكن تتخيله وما تتخيلوش. عارف هتطلع تقول لي او هتتكلم وتقول لي بيراميدز كده كده بيخسر من الزمالك، لو لعبهم كل يوم هيخسر كل يوم، لان اللعيبه ما عندهاش حافز واللعيبه في الماتش دي ما بتبقاش فارق معاها. كده كده بياخدوا مرتباتهم وكده كده الدنيا حلوه. كده كده كابتن هاني سعيد لا هيطلع يحزق ولا هيسحب استثماراته ولا اي حاجه، يعني مفيش اللي بيحصل ساعه ماتشات الاهلي. وده اكده ابراهيم عادل لما قال ان المكافآت الكبيره والكلام الكبير والضغط الكبير بيبقى في ماتش الاهلي مش في اي ماتش تاني. ولكن ده لا يمنع من ان التحكيم عامل اساسي وكان ليه دور في التلاعب في النتيجه. لما يبقى عندي تحكيم النهارده بيقرر نفس الحكم في نفس الماتش في نفس اللعبه دي على محمد الونش، بيقرر الحكم ان الونش ما ياخدش فيها ما يتحسبش عليه فاول، حتى مش بقى يدي انذار، ده ما حسبش فاول. الناحيه الثانيه لما الكره بتتعمل على احمد سامي بيدي في نفس الكوره في نفس التدخل بنفس الشكل بنفس دوسه اللعيب على ستارز اللعيب بيدي فاول وبيدي انذار. بعد كده محمد الونش او الونش بيدخل برضه في لاعب بيراميدز، بيقرر الحكم لا يحسب فاول ولا يدي انذار، زي ما يكون الونش معاه حصانه من الاخر هو صاحب الكوره. فلو خد انذار او خد كارت احمر مش فكره ان الزمالك هيلعب ناقص، لا ده الونش هياخد الكوره وهو خارج ويقول دي بتاعتي، الكوره دي بتاعتي ومحدش هيلعب النهارده، انا صاحب الكوره، انا لو خدت الكوره وخرجت مفيش لعب، اللعب هيبوظ، الحجز اللي احنا عاملينه هيبوظ. فما ينفعش الونش يخرج بره الملعب، ده ينفع يطرد ولا ينفع الزمالك يلعب ناقص واحنا في وضع صعب في الدوري. وبعدين بقول لك ايه، الاعلام واتحاد الكوره وكل الناس اللي ملمومه دي وعماله تبيع لنا القصه بتاعه الزمالك ورغم الصعاب ورغم الظروف ورغم ايقاف القيد بيلعب بالناشئين وبيكسب بالناشئين واللعيبه دي ابطال، نبوظ المسرحيه ونبوظ الفيلم، يعني نبوظ المنظر ونبوظ المشهد. المشهد ماشي حلو، اجي انا كحكم ابوظه؟ يا راجل بقول لك حكام واعلام واتحاد كوره ومذيع عمال يحزق ويقول لك ناصر كوستا وناصر بوستا وناصر كوستا وناصر انظرن وحاجه كده، يعني ضحك خام. اجي انا بقى ابوظ المشهد الجميل ده؟ ده المذيع بيقول شعر، ده احنا لو بنتفرج على ماتش في اوروبا ما كناش هنسمع الشعر اللي احنا سمعناه النهارده ولا هنشوف الحزق اللي احنا شفناه النهارده. اجي انا الحكم او الفار واغير خريطه الموضوع، وبعدين زي ما قلت لك الونش صاحب الكوره والكوره دي تاعتي، فانا لو خدت الكوره دي تاعتي وخرجت بره محدش هيلعب فيها لغ فيها، فالونش معاه حصانه. طب بالونش بس؟ لا، التحكيم المصري بيقول لك ما تقلقش يا زمالك، انا كمان هاجي في كوره عمر جابر ومش هحسب ضربه جزاء. طب ده شد ونازل بيه، ده واخده وحضنه وعامل كل اللي انت عايزه يا جماعه، يعني ما مش اللعيب سليم؟ اللعيب قام لا ناقص ايد ولا رجل ولا صباع ولا راس ولا نزل نقطه دم، ما فيهاش حاجه. الكلام ده يا جماعه لو كان مثلا عمر جابر نزل وطلع معاه دراع اللاعب مع رجله مع حته من راسه حته من ودنه مع حاجه من قطره، يعني ساعتها ممكن نحسب ضربه جزاء. غير كده في قانون التحكيم المصري لصالح الزمالك الحاجات دي ما بتتحسبش يا جماعه، ما بتتحسبش في اي حته في العالم على الزمالك، لان الزمالك معاه حصانه، الزمالك والحكام. يعني انا كحكم هل من المنطقي اني في الاخر ابوظ الفيلم اللي داير ده، ابوظ الصراع والمظلوميه وال 14 ايقاف قيد اللي رغم عنهم الزمالك بينتصر؟ يا جماعه ما ينفعش، ما هو برضو مش منطقي ان انا ابوظ الشكل الحلو ده. هل الموضوع هيخلص على كده؟ لا، الموضوع مش هيخلص على كده، ده احنا بنشوف جون من تسلل واضح وصريح يشوفها الضرير، يعني كوره
فيها خط، ومش خط بقى الملعب النجيله الخضراء والفتحه والخطوط اللي بيحددوا بيها، لا لا لا، ده خط ال 18. وكلنا شايفين ان رجل بزيره ونص قدم بزيره قريبه من الخط، ولاعب بيراميدز رجله بعيده عن الخط بالعين المجرده واضحه، لكن بقدره قادر تترسم الخطوط ونلاقي ان الخط الاحمر اللي مبين رجل بزيره ان هو معدي الخط الاحمر، بس احنا برضو هنحسبها جون. ما هو يا جماعه برضو مش منطقي، حكام فار وحكام ملعب، كل الحكام دي اللي الزمالك لاكتر من موقف واكتر من مره بيأكد على ان هو عايز الحكم المصري، وبيأكد ان هو في ظهر الحكم المصري، وبيأكد ان هو ما بيلعبش غير بالحكم المصري، وبيأكد دايما على ثقته في الحكم المصري. الراجل اللي عمل معانا كل الواجبات دي نطلعه زعلان؟ ما نحسبش الجون في توقيت قاتل زي ده ونطلعه متعادل ونخليه يزعل مننا؟ مش كفايه الاهلي واللي احنا عاملينه فيه؟ مش الاهلي مش عاجبه وبيجيب حكام اجانب ومش عاجبه الحكام المصريين وعمال يعمل في بيانات ويعمل في شكاوي ويطلب انه يسمع الفار ويبعت يقول انا عايز اجانب؟ يبقى يستحمل بقى ويشوف الحكام المصريين اللي مش عاجبينه ممكن يعملوا ايه. ممكن يحسبوا كوره اوف سايد واضحه وصريحه في وجود الفار سنه 2026 وعادي تتحسب جول. عادي يعني. هتعملوا ايه؟ هتشتكوا؟ هتدبدبوا؟ ما تدبدبوا، ما تصيحوا، ما انا بصيح وانت بتصيح وكلنا بنصيح، وفي الاخر ايه اللي بيحصل؟ اللي التحكيم المصري عايزه هيحصل وهيتنفذ، والثلاث نقط هنا هيتحسبوا، وفي ماتش سيراميكا هيروح عليك نقطتين، وهتعمل ايه يعني؟ اخطاء التحكيم وارده في العالم كله، مفيش مشكله، حتى لو هي على الاهلي بس، وحتى لو هي لصالح الزمالك بس، يا عمي مشيها، المنظومه كلها عايزه كده، والمنظومه كلها عاجبها اللي بيحصل. وبعدين يعني هي ايه اللي هيحصل يعني؟ هناخد دوري من الاهلي؟ من الاخر المنظومه دي كلها ماشيه بمبدا، هو ايه المشكله لما اخد معلقه كشري من الطبق الكبير اللي قدام النادي الاهلي؟ محدش هيحس بحاجه، وراضي الناس الغلابه اللي يا عيني بيلعبوا وهم موقوف القيد 14 مره. الناس الغلابه اللي بيلعبوا رغم الظروف ورغم الصعاب، دول بيلعبوا بالناشئين، وزي ما انت شفت متوسط اعمار اللعيبه ما بين عبد الله السعيد واحمد فتوح والمهدي سليمان، اللعيبه اللي متوسط اعمارها 35 سنه في الملعب، هنمشيهم ناشئين يعني؟ ايه المشكله؟ ما احنا كسبنا كهرباء الاسماعيليه فعلا بناشئين، فعادي يعني هنمشيها ان احنا خدنا الدوري ده بالناشئين والحكام، اسف بالناشئين ورغم ايقاف القيد. من الاخر هو ده اللي احنا بنتفرج عليه. تيجي تقول لي الاهلي اللي صنع ده والاهلي اللي عمل ده والاهلي اللي حط نفسه في الموقف ده، هقول لك وانا مش مختلف معاه. الاهلي عنده مشاكل، والاهلي اللي خلى التحكيم قادر يساعد، الاهلي اللي خلى ان المنظومه عماله تتكلم، اللي بيقول اشاعه واللي بيضرب اخبار بعد كده بيتوقف واللي بيرمي وبيحاول يصنع مشاكل، كل ده احنا اللي صنعناه واحنا كان لينا يد فيه، ولكن ده مش دور التحكيم ولا التحكيم ليه علاقه بيه، ولا يدي الحق للتحكيم انه يظلم الاهلي او يجامل الزمالك. ولكن خليك فاكر ومتاكد ان اكتر منظومه بيتم خدمتها او اكتر نادي موجود عشان الحكام تخدمه ودي قصه عيش لن تنتهي هو نادي الزمالك، وبدل المره 10. النهارده عد، والسنه دي عد الاخطاء، دوري 21 و22 عد الاخطاء، ايام بقى رحت البروتوكول والاحتواء ومحمود عاشور والكره اللي عدت الخط والحكام اللي فجاه طلعوا كلهم وبيعترفوا باخطائهم. ولكن زي ما قلت لك، اصل اخطاء الحكام طالما ان بابليك ومفيش احساس ونو فيلينج، عادي يعني تعدي. وبعدين ده الزمالك وهيحصل معاك حاجه يعني لو خدت منك واحده دوري في وسط كل الدوريات اللي معاك؟ مفيش مشكله. ولكن زي ما قلنا وزي ما شفنا التحكيم بيعمل ايه، فلازم التاريخ يبقى يعني مكتوب فيه ومتأيد فيه دوريات الزمالك ال 14 عامله ازاي وال 15 عامله ازاي وال 16 عامله ازاي، لان دي قصه مش هتبقى المره دي ولا اللي بعده ولا اللي بعده. تقول لي يعني هو الزمالك خلاص خد الدوري؟ خد الدوري ما خدش الدوري، لازم التاريخ يثبت اللي بيحصل واللي احنا بنشوفه، عشان بعد كده بيطلعوا يدلسوا ويغيروا الحقيقه، ويجيب لك كوره في طول الدوري هو خدها بالتحكيم يقول لك شوف ده الاهلي حصل معاه مش عارف ايه. فلازم الناس دي يتوثق تاريخهم ده، ولازم زي ما هم بيقولوا اصل ده بعرقنا يا صبري، لازم يبقوا عارفين الحقيقه ان ده بحكامنا يا صبري، دي الحقيقه. ولكن زي ما بقول لك سوء مستواك ومشاكل الاهلي لا تعطي الحق للتحكيم انه يكون بيجامل الزمالك بالشكل ده. ولكن احنا في منظومه هي حابه كده والموضوع ماشي حلو كده، ما تبوظوش بقى يعني. ايه المشكله لما الزمالك ياخد واحد دوري؟ مش هيحصل حاجه، دي معلقه كشري في وسط جبل الكشري اللي معاك. بحكامنا يا صبري.
شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، ما تنسوش تعملوا طبعا فيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير، وتوصلونا للغير. سلام.